كوكو البنات، صافا كي بقيتو مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده ان شاء الله. اليوم نقدم لكم واحد الفطيره اللي كتجي زوينه بزاف وهشيشه واقتصاديه، كتصلح للكوتي او الفطور، وصالحه خصوصا للضياف الغفله او في حاله ما كانش عندك ما تقدمي لا الفطور لا للكوتي. كتجي زوينه هاد الفطيره. صراحه كنتمنى تجربوها. كما كتشوفوا اللي كيشوف الفيديو اول مره كنتمنى يتابونا معايا ودعمنا من لايك. وكما كتشوفوا نبداو المقادير. عندي هنايا في واحد المقلاه، نتوما تخدموا اي مقلاه عندكم تكون غير ما كتلصقش وصافي. كما كتشوفوا عندي هنايا 2 كيسان ديال الفينو، 2 كيسان ونص. نزيد هنا واحد النص ديال الفينو. كندير واحد الحفيره هكا باش ان المقادير كلهم ينسجموا مع بعضياتهم، عاد نخلطوهم كنحطوهم في بلاصه وحده. كما كتشوفوا عندي هنايا واحد ربع كاس ديال الزيت. ما كتجيش هذه مزيته، ما كتجيش مزيته ولا هشيسه بزاف على بالزيت. كتجي بحال واحد الخبيزه مفشفشه وزوينه وكتشبه الحرشه. كما كتشوفوا عندي هنايا جبن ديال الفرomage، غير قطعه واحده. عندي هنا ملعقه ديال الكونفيتور ديال المشماش. ممكن انكم تعوضوه بالعسل او بالسكر، في حاله لا ما عندكمش ديروا السكر. كما كتشوفوا عندي هنايا واحد الملعقه، نص ملعقه ديال الخميره ديال الخبز. من الاحسن البنات يكون عندكم العسل او بالكونفيتور، لان الكونفيتور كيعطي واحد التعليكه، كتعطيها التعليكه زوينه. في حاله ما عندكمش ما ديروش السكر بزاف، ديروا غير واحد الملعقه صغيره من الاحسن. هنايا خماره، عندي خماره كيماويه حمراء. كنزيد عليها واحد نص معلقه ديال الملحه. بالنسبه للملحه على حسب، كتبقى على حسب الذوق ديالكم. المهم نص معلقه راه كتجي هي هذيك. كما كتشوفوا هاد المقادير مع بعضياتهم بحال اللي كنبسبسوهم حتى ترجعهم مرملين. كترجع هاد الفينو مع هاد المكونات مرمله كما كتشوفوا معايا. كنخلطهم غير بالراس اصابع هكا وكنرملهم مزيان حتى تدخل داك الجبن وكيدخل داك المربى كلها مع بعضياتها في داك الدقيق. هنايا البنات كنجمع بكاس ديال الماء، كاس ديال العنبه. بالنسبه لهذا القياس هذا كندير كاس. في حاله لا شفتوها انها مازال شويه قاصحه، هي ما خصهاش تجي قاصحه، ما خصهاش تجي جاريه. زيدوها غير واحد 2 معالق هكا ولا معلقه د الماء. المهم على حسب واش شرب لكم ولا ما شربش. كما كتشوفوا كنخلطها بحال هاد القوام هكا، ما خصهاش تجينا جاريه بزاف. كنخلطها وكنخليها تشرب واحد دقيقه د المكانه صافي هكاك. على ما كنغسل داك المعينات اللي عندي وكنجمع داك المعينات وداك الشيء اللي درت وصافي، وكنولي انني كنطيبها في المقلاة. منين ارتاحت ليا البنات كما كتشوفوا عندي هنايا المقله ديال الحرشه. درت لها هنا واحد الزبيده، واحد غير رشيتها بواحد شويه ديال الزبده، دهنتها بواحد شويه الزبده ورشيتها بالفينو. بالنسبه نتوما ممكن انكم طيبوها في اي مقله كما قلت لكم، ما تكونش غير كتلصق. صافي كنحاول البنات انني كنقرصها هكا، خصها تقرص مزيان باش ما تجيناش غليظه. كما كتشوفوا كنحاول انني كنقرصها هكا مزيان وكنقاد لها الجنيبات وتا الوسط. داك باش ما يبقاش الاصابع ديالي مرشومين، كنبقى ندير الفينو هكا وكنحاول نقرصها غير بالكف.
كنعاود هذاك الجنيبات البنات بالملعقه كما كتشوفوا، او انكم كتبقاو تحاولوا انكم تقادوها وتجي الوجه يكون من الاحسن يكون ملاس هكا باش ما يبقاش داك الاصابع مرشومه. انا حتى التالي وعاد ندير نحاول نحيد من هذاك الاصابع. بالنسبه للبنات الطهي ديالها كنطيبوها على نار مهيله، ما تكونش مجهده. كما كتشوفوا ها هي طيبتها على هذا الراس الكبير، ها هي دابا راها مجهده، ولكن نقص لها وعاد نحط عليها هاد المقلاه ونحاول نغطيها بشي حاجه باش نخلي داك البخار كيولي يرجع ليها وكطيب من برا ومن الداخل. كما كتشوفوا من بعد البنات ما طابت ليا كنحاول انني نقلبها بشي حاجه بشي غطير هكا، ونولي نقلبها. كما كتشوفوا قلبتها ونخليها دابا طيب على نار مهيله. كطيب البنات زوينه كتجي وكطيب دغيا دغيا. هانتوما كما كتشوفوا البنات كيجيب لكم اللابحه لانها حرشه، ولكن انا راه ماشي حرشه. ملي كتذوقوها راه كتجي خبيزه ديال الفينو زوينه بزاف. كما كتشوفوا كنحاول انني كنقسمها هكا، واما كتفطروا بها ولا كتعطيوها للوليدات يديوها معاهم الفطور معاهم المدرسه او الكوتي. وفي حالات حتى لا جاو ما عندك حتى حاجه في الدار كتقضي باش ما كان، المهم كتقضي انك كديري شي حاجه للفطور، ما كتخليش وليداتك يمشيو بلا فطور. كما كتشوفوا كتجي زوينه هكا بهذه الطريقه هذه. هانتوما تشوفوا كيفاش الوسط الداخل ديالها كيفاش كيجي مفشفش وكيجي مهوي. كما كتشوفوا كتوليو دهنوها اما بفرماج اما زبده كوفيتير عسيله كما بغيتو نتوما، وكتاكلوها بالصحه وراحتكم. وهذه هي الخبيزه ديال اليوم، وان شاء الله نتلاقاو في وصفه واحده اخرى. كما قلت لكم البنات كنتمنى اللي شاف الفيديو واللي خدات المقادير تابونا معنا وتدعمونا باللايك وتبارطاجي لا فيديو باش نكبروا ونزيدوا نعطيو اكثر فاكثر. شكرا على المشاهده.